السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وهنا. أول حاجة يا جماعة، أنا هشرح لكم بيزنس اسمه فورساج. فورساج ده يا جماعة شغل تقدر تشتغله بس بالموبايل، من على الإنترنت، في أي مكان، في أي وقت، في أي زمن، في أي مكان تقدر تشتغل عادي جدا. كل اللي محتاجه جهاز تليفون وإنترنت. هفهمك الموضوع ببساطة شديدة جدا جدا على قد ما نقدر، عشان الناس اللي بتقول إن الشروحات اللي موجودة في اليوتيوب تقيلة أو فيها ألفاظ. أنا مش هقول ألفاظ خالص، أنا هحاول أتكلم بشكل عام خالص، بالعامية، بالبلدي كده جدا جدا على قد ما نقدر، عشان الناس اللي مش قادرة تستوعب إن شاء الله تفهم واحدة واحدة. ببساطة الموضوع ده عبارة عن شبيه، أشبه، عشان الناس ما تقوليش دي الجمعية، لا، أشبه بالجمعية. معلش بقى، خطي عربي اسمحوا لي، أنا مش هكتب إنجليزي. أهي فورساج أهو، عشان الناس ما تقوليش إيه أنت بتكتب إنجليزي. استحملوا بقى استحملوا خطي بالعربي، معلش. أشبه بالجمعية، تمام؟ ده جمعية بس نظامها مختلف عن الجمعية التقليدية اللي الناس بتعملها. الناس بتعملها بتدفع كل شهر وبتفضل تقبض بتقبض مرة واحدة اللي انت دفعته. انما هنا انت بتدفع مرة واحدة بس وبتفضل تقبض طول العمر. طب بتبدأ بكام؟ بتبدأ برقم صغير جدا اللي هو $15. اي حد يقدر يبدأ، عشان تشيل موضوع الفلوس من دماغك وتريح نفسك كده من الاول، عشان تفضي دماغك خالص وركز معايا. مش عايزك تحط الفلوس في دماغك نهائي. الموضوع بيبدأ من كام؟ $15. يعني هتقدر، بسيط. $15 في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي عامل حوالي 700 جنيه. يعني مفيش حد في الدنيا مش هيعرف يبدأ. خلاص ارتاح بقى، انسى موضوع الفلوس خالص وركز في اللي انا هقوله. اهم نظام الجمعية عبارة عن ايه؟ في حاجة اسمها اكس 3. سيبك من اكس 3 عشان ما تلخبطكش، المهم انت عارف بس ده اسمها. عبارة عن 3 دواير بالشكل ده. ال3 دواير دول بيتم امتلاءهم بالترتيب: 1 2 3. الدايرة دي الأول 1، بعد كده 2، بعد كده كام؟ 3. جميل جدا. الدواير دي بتتملي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين. أول حاجة المباشرة، وعن طريق غير مباشر. هفهمك الأول الطريق المباشر. ايه هو الطريق المباشر؟ انك تجيب شخص من الناس يشترك في الجمعية. تجيب شخص يشترك في الجمعية، ايه اللي هيحصل؟ دايرة من ال3 دواير هتتملي. بتتملي بايه؟ بالترتيب. طب ايه اللي هيحصل؟ تعال ندي مثال. نفترض جبت احمد، ادي فين؟ احمد اهو. احمد، اول ما احمد سجل معاك ايه اللي هيحصل؟ الدايرة الاولى هتتملي اهي. الدايرة الاولى دي بتاعت مين؟ حسب النظام بتاع الجمعية الدايرة الاولى دي بتاعت حضرتك. تعال ندي مثال. نفترض ان ندي مثال مثلا احمد سجل ب1000 جنيه، وده مثال يا جماعه عشان في مصاريف وفي حاجات زي كده، فاحنا بنقول مثال عشان الناس ما تمسكش في 1000 جنيه تقول لي ال1000 جنيه ما نزلتش، في مصاريف وفي شويه نص دولار مش عارف ايه حاجات بتدفع، فاحنا بندي كام مثال عشان افهمك الفكره. خلاص، 1000 جنيه. لو احمد سجل ب1000 جنيه ايه اللي هيحصل؟ ال1000 جنيه بتاعت احمد، خلينا بس نجيب كده، نحاول نجيب لونه يكون واضح شويه. طيب ال1000 جنيه بتاعت احمد دي كلها بتاعتك. يعني ايه الكلام ده؟ هعرفك دلوقتي كل حاجة. ثانية واحدة خليك معايا، عشان بس انا مش عايز اللون يكون متبقاش شايف حاجة. طيب ادي اهي، احمد سجل بكام؟ ب1000 جنيه. تمام، خلاص مش مشكلة. ال1000 جنيه دي كلها راحت فين؟ جات لك بتاعتك في نفس اللحظة على محفظتك الإلكترونية. حضرتك بتسجل من خلال محفظة إلكترونية، بتطلع في نفس اللحظة. هل في وقت للقبض؟ مفيش وقت للقبض. هل في حد الفلوس هتنزل وهتسحب من شركة؟ مفيش الكلام ده. ولا هتسحب من شركة، ولا هتستنى يوم قبض،
ولا هتسحب ولا في اي الكلام ده خالص. ده كل الحكايه محفظه الكترونيه هتحملها تطبيق، وهو هيحمل تطبيق. اول ما هو يسجل معاك الفلوس هتطلع من عنده لعندك. طب واقدر احولها كاش امتى؟ في نفس اللحظه. يعني ال1000 جنيه اللي هو هيسجل بيها دي اقدر امسكها في ايدي في نفس اللحظه؟ ايوه، تقدر تمسكها في ايدك في نفس اللحظه. طب ممتاز جدا. نفترض رحت جبت ايه؟ حد تاني. جبت مين؟ جبت مثلا محمد. فمحمد هيسمع في الدايره رقم كام؟ في الدايره رقم 2. صح ولا لا؟ الدايره رقم 2 بتاعت مين؟ برضو بتاعتك. يعني ايه؟ يعني ال1000 جنيه اللي محمد سجل بيها بتاعت حضرتك، دي بتاعتك ودي بتاعتك. ال1000 جنيه اللي احمد دفعها وال1000 جنيه اللي محمد دفعها بتاعتك برضو. طب الدايره رقم 3، رحت مثلا قمت مسجل واحد تالت اي اسمه مثلا حسين مثلا. الدايره التالتة دي مش بتاعتك، بتروح فين؟ الدايره التالتة دي حضرتك اول ما بتتملي بتطلع فوق للشخص اللي حضرتك كنت مسجل معاه، اللي هو مين؟ الابلاين. بلاش عشان الناس ما تزعلش، اهو اب لاين. مين الابلاين ده؟ الابلاين ده الشخص اللي حضرتك سجلت عن طريقه، ده الابلاين. بتطلع عنده تعمل ايه؟ بتطلع عنده تملى دايرة من ال3 دواير بتوعه. لو مالت عنده الدايرة الأولى هتروح له، لو كان الدور على الدايرة التانية هتروح له، لو كان الدور على الدايرة التالتة هتطلع للي فوق الأبلاين. زي ما طلعت من عندك للأبلاين هتطلع من عنده للي فوقيه، للأبلاين بتاعه. وضحت الفكرة؟ طب حلو جدا جدا جدا. طب لما ال3 دواير دول بيتملوا، يعني الدايرة الحمراء دي، الدايرة اللي هي التالتة دي اتملت اهي، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انك هتلاقي ال3 دواير دول فضيوا، هيرجعوا كده تاني في نفس اللحظة اللي الدايرة التالتة هتتملي فيها. هترجع تاني هنا دورة جديدة من جديد X3، ترجع تاني فاضية. يعني ايه؟ يعني ترجع تتملي تاني من جديد. يعني اقدر اجيب حد رابع، اقدر اجيب حد خامس، عادي جدا تقدر. طب لو جبت حد رابع هيسمع فين؟ الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، والعزة والدوام لله. لو جبنا حد رابع هيسمع فين؟ طب لحظه واحده يا جماعه معلش عشان الاذان، لحظه واحده. طيب نرجع تاني زي ما كنا بنقول، دي دوره جديده. ليه؟ لان ال3 دواير اتملوا. لما بيتملوا يا جماعه بيرجعوا يفضوا تاني ويتملوا من جديد، ويفضوا يتملوا ويفضوا يتملوا ويفضوا يتملوا مدى الحياه. طب بيتملوا من جديد ازاي؟ نفترض جبت شخص رابع، جبت شخص مثلا جبت حسن. حسن هيسمع فين؟ في الدايره رقم 4، الدايره رقم 1 من جديد. وحسن سجل بكام؟ ب1000 جنيه. ال1000 جنيه تجيلك مثلا. طب قمت جايب مين كمان؟ قمت جايب مثلا سلمى مثلا، سجلت بكام؟ ب1000 جنيه. تقوم ال1000 جنيه هتسمع هنا في الدايره 2، فالدايره 2 تجيلك. تمام. طب جبت مين؟ جبت مثلا مثلا سارة سجلت فين؟ سارة سجلت هنا، فسمعت فين؟ في الدايره رقم 3. الدايره رقم 3 بتروح فين؟ ال1000 جنيه هتقوم طالعه فين؟ هتقوم طالعه فوق للابلاين. وايه اللي يحصل؟ والدوره بتاعتك تبدا دوره جديده، تقوم راجعه تاني بالشكل ده، دوره جديده، دوره جديده، دوره رقم 3، دي رقم 2،
دي رقم 1، دورة أولى، دورة تانية، دورة تالتة. طب هل في عدد معين للدورات؟ لا نهائي، unlimited، إن شاء الله تعمل مليار دورة، كل لما الدوائر دي هتتملي هتجيلك. طب احنا كده عرفنا المباشر، أنا كل ده عمال أجيب ناس بنفسي. طب إيه الطريقة التانية اللي أنت قلت الدوائر دي ممكن تتملي بيها؟ مش أنت تحتك، تعالى كده بص معايا، أنت تحتك مين؟ تحتك حسن وسلمى وسارة وأحمد ومحمد وحسين. كل الناس اللي تحتك دي مش كل واحد فيهم عنده الدايرة رقم 3؟ صح ولا لا؟ تعالى مثلا نفترض مثلا مثلا مين تعالى نقول مثلا احمد. ادي احمد اهو، ادي الثلاث دوائر بتوع مين؟ بتوع احمد. مثلا لما احمد يروح يمرى الدايرة الاولى والثانية، الفلوس هتروح لمين؟ لاحمد، صح ولا لا؟ طب لما الدايرة الثالثة بتاعت احمد تتملي، المفروض الدايرة الثالثة دي بتطلع فين؟ للأبلاين. مين هو الأبلاين؟ هو حضرتك. طب انت عندك الدايرة رقم كام اللي عليها الدور؟ الدايرة رقم 1. ايه اللي يحصل؟ تقوم الفلوس بتاعت الشخص ده اللي هي كام؟ اللي هي مثلا 1000 جنيه مثلا، تقوم طالعة ورايحة فين؟ عندك، وال1000 جنيه انت تاخدها بتاعتك. فهمت الفكرة؟ طب تعالى مثلا تحتيك مثلا غير احمد مين؟ في مثلا حسين مثلا. حسين عنده 3 دواير. حسين راح ملا الدايرة الأولى وملا الدايرة التانية، وجات الدايرة التالتة تتملي، قامت طالعة للأبلاين. مين هو الأبلاين؟ حضرتك. هتقوم رايحة فين؟ الدور على مين؟ الدور على الدايرة رقم 2. طب الشخص ده كان مسجل بكام؟ كان مسجل بكام؟ ب1000 جنيه. تقوم حضرتك ال1000 جنيه دي طالعة فوق ورايحة عند حضرتك في الدايرة رقم 2، وال1000 جنيه بتاعتك تجيلك. طب ندي مثال كمان، عندك مين من الناس؟ عندك مثلا سارة. جات سارة، ادي سارة مثلا. سارة اهي عندها 3 دواير، ملت الدايرة الأولى بتاعتها والتانية وكسبت 100. جت تملى الدايرة التالتة، قامت الفلوس طالعة فين؟ للأبلاين. أنا بنسى بكتب إنجليزي، معلش، خطي في العربي مش حلو قوي. ادي الأبلاين. مين الأبلاين؟ حضرتك. انت عندك الدور على الدايرة رقم كام؟ الدايرة رقم 3. طب الشخص ده دفع كام؟ 1000 جنيه. تقوم ال1000 جنيه رايحة لمين؟ ال1000 جنيه دي بتاعت الشخص ده تطلع من عند سارة وتقوم رايحة لحضرتك. لا، ثانية واحدة، دي هتسمع في الدايرة كام؟ 3. يبقى الفلوس هتجيلك؟ اصحى معايا، يبقى الفلوس مش هتجيلك. الدايرة رقم 3 عندك انت بتروح فين؟ اتفقنا؟ بتطلع فوق. هتقوم طالعة لفوق للأبلاين بتاعك. وايه اللي يحصل عندك؟ تبدأ دورة جديدة رقم 4، دورة رقم 4 جديدة. يبقى انت بسبب احمد وحسين وسارة كسبت 1000 جنيه و1000 جنيه تانية، وكمان بدأت دورة جديدة. يعني مالولك ال3 دواير وانت موبايلك مقفول وانت حتى نايم. منين؟ من الدايرة رقم 3 اللي بتطلع فوق عندك. فمعنى كده ان كل واحد تحتك عنده الدايرة رقم 3 بتتملي، بتطلع وبتجيلك. يبقى انت لو عندك ناس كتير، لو نفترض، تعالى نفترض مع بعض، نعمل حسبة بسيطة. لو حضرتك عندك مثلا 30 فرد، تعالى نقول ايه، 30 عضو،
تمام. ال 30 عضو دول لو كل واحد بيعمل اقل رقم هيبقى كام؟ يعني مثلا هيعمل له كام في الشهر؟ يعمل له مثلا $300. يعتبر حاجه بسيطه في الشغل ده، يعتبر حاجه بسيطه جدا، مش حاجه كبيره. لو ال 30 فرد دول هيعملوا كل واحد $300، الشخص بياخد منها كام؟ $200، لان هو بياخد دايرتين. والدايره الثالثه بتروح فين؟ بتروح للابلاين. حضرتك هتاخد $100. تمام. فلو كل واحد فيهم هياخد 200، تعال نقول في الشهر عمل 300، هو هياخد 200 وحضرتك 100، انت هيطلع لك 100 من كام شخص؟ 100 من 30 شخص. حضرتك هتاخد التلتين. 100 في 30 بكام؟ 100 في 30 ب 3000. $3000، صح ولا لا؟ حضرتك هتاخد منهم $2000 و$1000 هتطلع فين؟ للأبلاين. $2000 في الشهر وحشين، ده انت لو تحتك 30 فرد بس، فما بالك لما يبقى تحتك أعداد كبيرة جدا، تحتك أرقام كبيرة. طب تعال نبسط الأمور، تعالوا نعمل حسبة بسيطة جدا جدا جدا. تعالوا نتوقع أقل شيء ممكن يحصل. تمام. أقل شيء أقل حاجة ممكن تجيبها كام شخص مثلا؟ تيجي نفترض إن أنت من كل الناس اللي تعرفها في حياتك مش هتجيب غير شخصين. بالظبط من أقرب الناس ليك في حياتك. وتعالى نفترض إن الشخصين دول هيسجلوا بأقل مستوى، أقل حاجة خالص، اللي هو إيه؟ اللي هو $15، اللي هو أي حد هيقدر يدفعها. طب الشخصين دول اللي هو اللي معلش اللي هو ب700 جنيه، عشان الناس ما تقولش برضو إيه إن أنا ما حددتش. أهو أقل حاجة خالص دلوقتي في الوقت الحالي 700 جنيه شخصين. تمام. بس خلونا بلاش نقول 700 جنيه، خلونا نعمل رقم كده يكون ماسك نفسه عشان نعرف نقولها لكم. تعال نقول مثلا 1000 جنيه عشان نعرف نعمل لكم الحسبة مظبوط. الشخصين كل واحد فيهم هيسجل ب1000 جنيه. 1000 جنيه بسيطة خالص، حاجة صغيرة جدا. طب الشخصين اللي هم أقرب ناس ليك في حياتك، الناس دي تاخد منك وقت قد إيه عشان بس تشرح ليهم الموضوع؟ هتاخد الفيديو تبعته لهم، هتقول لهم يا جماعة إيه رأيكم في البيزنس ده؟ ثواني. طب تفتكر الناس دي تاخد وقت قد ايه لو نفترض ان هم عجبهم الشغل واقتنعوا بالموضوع؟ ياخدوا وقت قد ايه عشان يسجلوا معاك؟ مثلا في نفس اللحظه هيطلع ايده من جيبه، هيديك ال1000 جنيه، يقول لك يلا يا عم اتفضل سجل لي الله يكرمك، بنبدا معاك نجرب نشوف الدنيا دي فيها ايه، صح ولا لا؟ طب تيجي نفترض الاصعب، تيجي نقول اسبوع، تيجي نقول هيقعد 7 ايام عشان يسجل ب1000 جنيه. طب بلاش، تيجي نقول شهر، هتقعد شهر 1 month، شهر كامل 30 يوم 30 days 30 يوم. يا دي الانجليزي، انا اسف يا جماعه معلش والله، انا اسف جدا، انا بتلخبط غصب عني. 30 يوم تمام عشان يسجلوا كل واحد ب1000 جنيه. طب تعالى نفترض افتراض كمان اصعب. هو انت لو جبت 2 مش ممكن هو يجيب 10؟ مش ممكن هو يجيب 20؟ مش ممكن يجيب 100؟ انت تعرف منين؟ مش ممكن يكون طالب مثلا في جامعه يروح يجيب لك الجامعه بتاعته كلها، يجيب لك زمايله كلهم، طالب لسه مثلا عنده 20 سنه، صح ولا لا؟ مش يمكن يكون حد مثلا شغال في شركه، او حد يجي عن طريق حد. في احتماليات كتيره جدا وياما بيحصل، صح ولا لا؟ تعال نفترض افتراض اصعب كمان، مستحيل انه يحصل. مش بس انت هتجيب 2،
ده كل واحد من اللي انت هتكلمه هيجيب 2، والى ما لا نهايه كل واحد هيجيب 2 بس من كل الناس اللي يعرفها، وهيسجلوا باقل رقم اللي هو مثلا ولنفترض 1000 جنيه. يعني احنا كده افترضنا اقل شيء في كل شيء. من كل الناس اللي تعرفها هتجيب 2، وهتقعد شهر كامل عشان تجيبهم، وكل واحد هيسجل هيحصل معاه نفس الفكره، هيقعد شهر كامل عشان يجيب ايه؟ اقرب 2 ليه في حياته يدفعوا اقل رقم ممكن. يعني كده ماشيين برتم الايه؟ برتم السلحفه، كل واحد بيسجل بياخد شهر عشان يسجل 2 معاه، مفيش اقل من كده يا جماعه. طيب تعالى نعمل حسبه كده سريعه. ادي المانثز، ادي الشهور، ادي الاشهر، وادي عدد الناس، وادي الايه؟ الفلوس، الربح اهو. تمام، حلو قوي. تعالى في اول شهر، رحت حضرتك اول شهر كتر الف خيرك، قمت جايب اول شخصين ليك، جبت 2. متشكرين جدا جدا. ده دفع 1000 جنيه. انت بتاخد ايه؟ انت بتاخد الدايرتين الاولانيين بتوعك، صح؟ فخدت ال 1000 جنيه دي، وخدت ال 1000 جنيه دي، يبقى انت جالك كام؟ الربح كام؟ ادي انت جبت شخصين، 1000 من هنا 1000 من هنا، يبقى انت جالك كام؟ 2000 جنيه. تمام؟ شكرا جدا، متشكرين لحضرتك. نفترض كده حضرتك عملت اللي عليك وزياده، وهتروح مش هتشتغل تاني خلاص بقيت حياتك كمان، يعني انت مش هتعمل حاجه تاني، انت كل اللي عملته اشتركت، دفعت 1000 جنيه، تمام؟ وجبت 2، كل واحد دفع 1000 جنيه، يعني رجعت ال 1000 جنيه بتاعتك وعليها 1000 جنيه كمان زياده. حلو، جميل جدا. تاني شهر راحوا الاتنين دول، ده جاب ال2 بتوعه وده جاب ال2 بتوعه، يبقى كده كام؟ 4 اشخاص جداد، صح ولا لا؟ دخلك ضعف الرقم. انت 2000 جنيه، ال 2000 جنيه دي انت هتروح تعمل بيها ابجريد للمستوى الثاني. ركز معايا، هتروح تعمل ابجريد للمستوى اللي بعده بال 2000 جنيه. فاللي تحتك ال4 دول لما كل واحد سجل، فالاثنين اللي تحتك كل واحد جاله كام؟ 2000 جنيه، فكل واحد راح عمل ترقية للمستوى الثاني. فلما شخص بيرقي تحتك في المستوى الأعلى، كل ما بيطلع في مستوى أعلى برضه بتجيلك فلوس الترقية، فهيجيلك كام؟ 4000 جنيه، الضعف. طب شكرا. الشهر الثالث ال4 دول كل واحد فيهم راح جاب ال2 بتوعه، 4 كل واحد جاب 2، بقوا كام؟ بقوا 8. انت دخلك كام؟ 8000 جنيه الشهر الثالث. الارقام بسيطة بس ركز معايا. الشهر الرابع ال8 كل واحد جاب 2، بقوا 16. انت دخلك كام؟ 16000 جنيه. الشهر الخامس ال16 كل واحد جاب 2، بقوا 32 شخص. ال16000 انت دخلك ضعفهم، دخلك 32000 جنيه في الشهر الخامس. حلو ولا وحش؟ حلو جدا، بس مش حاجة كبيرة. طب تيجي كده نفترض مع بعض ان احنا ماشيين بالرتم البطيء جدا ده لحد الشهر ال12، لحد اخر السنة. تفتكر هيكون تحتك كام بني ادم في الشهر ال12؟ ركز كده، احنا اول شهر 2، تاني شهر 4، تالت شهر 8، الرابع 16، الخامس 32. ها، تفتكر في ال12 هيبقى في تحتك كام بني ادم؟ فكر. تعالى كده بقى نحسب مع بعض. الشهر السادس 64، الشهر السابع 128، الشهر الثامن 256، الشهر التاسع 512، الشهر العاشر 1024، الشهر ال11 2048، الشهر ال12 4096 فرد. 4096 فرد. تحتك جيش. انت كل اللي جبتهم كام؟ 2، وجبتهم في شهر، وكل واحد بيقعد شهر عشان يجيب 2. حضرتك دخلك 4096 بني ادم.
تحتك في الشهر ال 13 بقوا من الضعف 8000 فرد. دي يا جماعه حاجه اسمها قوه التضاعف. الرقم اللي بيتضاعف اقوى مليون مره من الرقم الثابت، دي اسمها قوه التضاعف. طب الارباح كام؟ تفتكر ارباحك هتبقى كام؟ تيجي نحسب. تعالى نحسب مع بعض. احنا اول شهر قلنا 2000، تاني شهر 4000، تالت شهر 8، 16، 32. تعالى كده نحسب مع بعض. اول شهر كام؟ 2000 جنيه. تاني شهر 4000 جنيه. التالت 8000. الرابع 16. الخامس 32. السادس، السابع 8، 9، 10، 11، 12. 4 مليون جنيه في الشهر ال 12. 4 مليون جنيه مصري. في الشهر ال 13 الضعف 8 مليون جنيه مصري. ده في آخر السنة. 8 مليون جنيه في آخر السنة بعد 13 شهر. حضرتك كل اللي جبتهم كام؟ شخصين. حضرتك كل اللي دفعته كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه يعني زيارة بسيطة للسوبر ماركت بتجيب شوية حاجات ما تكفيش يومين 3. كل اللي عملته جبت 2. كل واحد دفع 1000 جنيه، وهم عملوا نفس الكلام، واللي بعدهم عملوا نفس الكلام، واللي بعدهم عملوا نفس الكلام. حضرتك جالك الرقم ده بعد 13 شهر. طب شايف ان الموضوع ده ممكن ينجح بنسبة كام في المية؟ شايف ان الموضوع ده ممكن ينجح بنسبة كام في المية؟ 100%، صح؟ حاجة بسيطة جدا انك تجيب 2 من كل الناس اللي تعرفها، كل واحد يدفع 1000 جنيه. ده شيء سهل جدا، اي حد يقدر يعمله. طب تيجي نحسب نسبة فشل اعلى. تيجي نحسب ان انت هتنجح بالموضوع ده بنسبة 50%. يعني هتفشل بنسبة 50%. طب ايه رأيك في النسبة دي؟ 99.5%. 99.5% فشل. يعني انت هتنجح بنسبة 0.5%. 0.5% نجاح. حضرتك 0.5% نجاح. 0.5% نجاح يعني 8 مليون جنيه في 0.5%. حضرتك عامل 40,000 جنيه آخر السنة. يعني 1000 جنيه بتاعتك اتضربت في 40 آخر السنة. كل اللي عملته انك دفعت 1000 جنيه وايه؟ ده انت فشلت بنسبة 99.5%. يعني نجحت بنسبة 0.5% بس. يعني حتى الحاجة البسيطة اللي احنا قلنا كل واحد يجيب 2، كل واحد يجيب 2، ده شوف كام واحد ما جابش ال2 بتوعه اصلا. ناس كتير جدا بقى فاشلين ومفيش حاجة خالص. انت برضو كسبان ومرجع فلوسك وبزيادة كبيرة جدا جدا جدا. تمام؟ دي يا جماعة فرساج. انا حاولت ابسط لكم الدنيا، وحاولت ان الدنيا تكون سريعة. اتمنى تكون الدنيا سهلة. الناس ما تقوليش برضو اللي انت قلته صعب. طبعا في مستويات عشان تبقوا فاهمين سريعا. في مستويات. المستويات دي يعني تقدر ان انت تشترك بارقام اعلى من كده. خلاص مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. كفايه ان انت بس فهمت الموضوع كويس. لو عايزين تسجلوا ابعت لي على الخاص. ابعت لي، هتلاقي فيه الفيديوهات، هتلاقي رقم تليفوني، هتلاقي الواتساب، هتلاقي كل وسائل التواصل. ابعت لي رساله واتابع معاك ونمشي مع بعض خطوه خطوه، وتقدر تسجل فورا ان شاء الله، ونبدا شغل فورا ان شاء الله. خلاص، بالتوفيق ليكم جميعا يا رب. ربنا يوفقكم. ولو في تفاصيل اكتر زياده عايزين تعرفوها، هتلاقوا فيديوهات كتيره جدا في اليوتيوب، هتلاقوا فيديوهات كتيره جدا في قناه اليوتيوب عندكم، اسئله واستفسارات وكل حاجه. اعرفوا الموضوع يستحق. الموضوع فيه خير رهيب.